هذه الجثامين ل11 مهاجرا سريا من دول إفريقيا جنوب الصحراء. هم 10 رجال وامرأة واحدة بعد غرق قاربهم سواحل بوجدور ب140 ميلا بحريا جراء سوء أحوال الطقس. وفي استقبال جثامين هؤلاء المهاجرين السريين الذين قدموا على متن سفينة للبحرية الملكية مسؤولون يمثلون السلطات المدنية والعسكرية بإقليم العيون، بما فيها البحرية الملكية ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية. وعلى ظهر سفينة البحرية الملكية الوقوف عن كثب على مختلف التحريات المطبقة لمعرفة أصول هؤلاء المهاجرين، وكذا الوقوف على مختلف الإجراءات المتزامنة مع هذه العملية، لتنقل بعد ذلك هذه الجثامين لمستودع الأموات بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون، وتودع هناك في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية. احنا الان كنتواجدوا بمستودع الاموات لاستقبال 11 جثه لمهاجرين غير نظاميين ينتمون لافريقيا جنوب الصحراء. تم انتشالهم من عرض البحر من طرف البحريه الملكيه نتيجه انقلاب القارب ديالهم. تم ايذاع الجثث في ظروف حسنه، وتم تجنيد جميع مصالح الوقايه المدنيه والسيارات الاسعاف التابعه للمستشفى لاستقبال هذه الجثث. تعد سواحل الاقاليم الجنوبيه قبله للعديد من المهاجرين السريين من دول افريقيا جنوب الصحراء الراغبين في الوصول الى الضفه الاخرى، والذين غالبا ما تنتهي رحلاتهم هذه بمأساة إنسانية دون مراعاة خطورة هذه الخطوة. شهدت مدينة الدار البيضاء